جربتي تعملي البسبوسه في البيت وعمرها ما بتطلع ابدا معاكي زي الجاهزه وبتنشف منك وبتطلع مش حلوه خالص؟ طيب لو عايزه تعرفي وتشوفي بتتعمل ازاي، شوفي معايا الفيديو ده للاخر. هديكي كل التكات وكل الحاجات اللي هتخليها احلى من بتاع المحلات، وكمان بالسميد السايب اللي هتجيبيه عادي جدا من عند العطار. بس بقى لو عايزه الكلام ده كله، اشتركي في القناه واعملي لايك للفيديو وشيريه كمان وقولي لاصحابك عليه. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب معانا نص كيلو سميد ناعم من عند العطار. ده سعره مش غالي خالص، يعني تقريبا النص كيلو بيعمل حوالي 15 جنيه حاجه زي كده او 20 جنيه. وهنجيب معانا كيس فانيليا ونقلبه على نص كيلو السميد، نقلبه كويس. وبعدين هنجيب نص كوبايه سمنه اللي اصلا متسيحه بس متجمده حاجه بسيطه، يعني مش سايحه ومش زبده، فهماني طبعا زي ما انت شايفه بالشكل ده. وبعد كده هنبدا نقلبها على السميد بتاعنا ونبدا نعمله بايدينا، نبسه كده بايدينا لحد ما يبقى شبه الرمل الناعم كده. هنبسه يعني حوالي 5 دقايق كده، هيديني شكل شبه الايه الرمل الناعم كده. طبعا احنا هنعمله بطريقه مختلفه ما شفتيهاش قبل كده على اليوتيوب، من غير لبن ومن غير زبادي، تمام، مش مكلفه يعني خالص. بعد كده بقى هنجيب معانا كوبايه ميه وكوبايه سكر، والطريقه دي عشان البسبوسه تطلع مكرمله، بدل ما تكرملي السكر انا هقول لك الطريقه دي عشان السكر ما يتحرقش منك. زي ما قلت لك هنجيب كوبايه نحط فيها سكر ونفس المقدار بالظبط كوبايه ميه، ومعانا كيس فانيليا، وكمان معانا عسل جلوكوز، معلقه عسل جلوكوز. دي هتفرق معانا كتير جدا. وعسل الجلوكوز برده مش غالي خالص، بيتباع عند العطار تقريبا ب50 جنيه البطرمان، وبيكفيك مده طويله جدا. هندفي الخليط ده على النار، وبعد ما يدفى معانا على النار هنروح جايبين السميد اللي احنا بسيناه وحطينا عليه السمنه والفانيليا، ونحط عليه الايه المقدار بتاعنا اللي احنا عملناه من الميه والسكر والعسل الجلوكوز، ونبدا بقى نقلب البسبوسه معانا. هتتقلب بقى وتبدا تطرى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب الصينيه اللي هي صينيه البسبوسه او بيقولوا عليها صينيه البيتزا، اللي هي محيطه واطيه، تمام كده. هي هتبقى مقاس 26، او لو انت عندك طقم صواني الثلاثه هو الصينيه اللي في الوسط. انا بحب لما اعمل حاجه في الفرن احب اعملها في الالومنيوم بصراحه، يعني البسبوسه الكنافه الحاجات دي بحبها افضل في ايه في الالومنيوم. تمام كده. هنبدا بقى ايه بعد ما حطينا البسبوسه بتاعتنا في الصينيه، هنبدا بقى الاول خالص بندهن الصينيه بتاعتنا سمنه بسيطه، ونبدا بقى ايه نسوي البسبوسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا سويتها بسباتيولا، وبعد كده يعني ايه بططتها كده بالشكل ده، وهبدا اخبطها خبطتين 3 كده على الرخامه عشان تظبط معانا جامد. تمام كده. لو عندك بقى مكسرات، اي نوع من انواع المكسرات او حتى سوداني، بتحطي على الوش باي شكل يعجبك، او ما عندكيش مكسرات خالص ممكن بتسيبيها كده عادي. طبعا احنا نعمل بقى حلويات لاولادنا اللي في الثانويه العامه اليومين دول بيمتحنوا، فعايزين بقى نعمل لهم حاجات حلوه وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفه يعني. طبعا البسبوسه جميله وكل بيحبها. تمام. احنا حطيناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو معانا، وبدانا ايه برضو يعني ببططه شويه كده بحيث ان هو ايه يدخل جوه البسبوسه. بعد كده هنبدا نعمل الحلو بتاعها او السيرب بتاعها، عباره عن ايه كوبايتين سكر، وبنفس برضو الكوبايه اللي بحط بيها السكر بحط بيها الميه، بحط برضو ايه الميه. السيرب بتاع البسبوسه بيكون خفيف، فلذلك بنحط كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، نفس المقدار من السكر يعني نفس المقدار من الميه، وبنحط نص ليمونه. والمفروض كمان بنحط كيس فانيليا، بس بصراحه انا ما كانش عندي فانيليا. الكيسين اللي كانوا عندي حطيتهم ايه واحد على البسبوسه زي ما انتم شفتوا، واحد على الميه بالسكر اللي عجنت بيها البسبوسه. في تريكايه كده انا بحب اعملها على السيرب بتاع البسبوسه، بحب احط لها معلقه سمنه صغيره. طبعا ايه دي ممكن تستغني عنها خالص، بس انا بحس انها بتدي البسبوسه كده ايه طعامه يعني. طبعا لو مشيتي على الطريقه دي بالظبط كده وعملتي نفس الطريقه عمرها ما هتبوظ منك. وببدا بقى احط السيرب دوت على النار لحد ما يغلي، وبعد لما بنطلع البسبوسه من الفرن بنحط البسبوسه على درجه حراره 180. بعد كده بنطلعها من الفرن وهي سخنه خالص، بنجيب برضو الحلو بتاعها او السيرب لازم يكون سخن برضو جدا، يعني الاثنين يكونوا سخنين جدا. وبعد كده بنحطه على وشها ونغطيها لحد ما تشرب. طبعا البسبوسه لما بتطلع ناجحه بتشرب بسرعه جدا. بنحطها زي ما قلت لك على درجه حراره 180. لو ما احمرتش من فوق بعد ربع ساعه واحمرت من تحت بس بتيجي عليها الشوايه. بعد كده بنغطيها 10 دقايق او ربع ساعه بتكون اتشربت، بنطلعها بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. نبدا بقى نقطعها ونقسمها، بتدوقي اجمل بسبوسه، بسبوسه رهيبه جدا جدا. زي ما قلت لك اجمل من بتاعه المحلات، بسبوسه مكرمله هتطلع خرطه خرطه.
ولو انت بقى الناس الحلوه كده اللي لسه معايا لاخر الفيديو، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها، ولو عجبك الفيديو اعملي له لايك، ويا ريت كمان تشيريه لاصحابك لانه بجد هينفعك جدا. شايفين الجمال؟ وان شاء الله تجربوها بالهنا والشفا، واشوفكم في وصفات جديده باذن الله.